الإخوان، السلام عليكم. سمعوا الممثل سعيد الناصري اش كيقول على حكومة عز أخنوش. راه الله يكون في العون. شنو اللي خلانا نوصلوا لهذا الوضع هذا اللي حنا فيه سوء السير. شوف حنا اي حاجه كتشوفها غاده ماشي هي هذيك. كاينين جوج الحوايج اللي خايبين: السرقه وسوء التسيير. السرقه كاينه وانت شتي مسؤولين راهم في الحبس ومازال خصهم يجيبوا وحدين اخرين اللي بالكين تيتلاعبوا باموال العام، وهذا الشيء تنهضر عليه في السلسله ديالي يوميا. داكشي علاش درت سلسله نائب الرئيس. اختلالات، تحرميات، البيع والشراء، كيبيعوا يشروا بعباد الله، الناس كتهرب فلوسها، واحد خازنهم، واحد ديالهم تحت الجليج، الابناء يعني مخربين الاقتصاد. هادو مجرمين انا في حق بلادهم، في حق وطنهم، وفي حق الشعب المغربي. هادو ناس اللي خصهم يتعاقبوا، لان هذه راه بحالهم بحال الاسرائيلي اللي تيقتلوا دابا في الناس في غزه. راه لا ميم شوز، راه ما كاينش فرق. راه من الراجل كيدخل عند وليداته وكرامته كتضيع لانه ما مدخل لهم والو، تيحس صعيبه. مش صعيبه بزاف. فقر. الراجل ما كيحس براسو راجل صاحبي، المراه ما كتحسش براسها مراه، ملي كتلقى راسها انها ما قادراش سبفونيغ بوزوان ديال سي زونفون، وحنا تنكذبوا عليهم. غادي نديروا، غادي نعملوا، غادي نفعلوا، غادي نتركوا، ما كاين والو. الحكومه ما قداتش ولا ما بغاتش؟ ماشي ما قداتش. انا قلت لك كاين جوج الحوايج: كان اختلال سوء التسيير. الخير كاين في المغرب، راه ما كاينش واحد صاحبي كيدخل الملاير وواحد ما تيدخل حتى ريال. شوف غير في الميدان ديالنا الفني، واش كتجي اجونس ما عرفها حتى شي واحد؟ ما عمرهم كانوا في هذا الميدان. واش حنا فين؟ راه استحمار لينا حنايا انه جايين وحدين، جايين مع بالقصاير وبس سميتو تياخذوا مشروع ديال 2 المليار 3 المليار، والفنان تيعطوه 4 ريال. وهذاك الفنان كيفاش غادي يدير يعيش ولادو؟ مازال ملي كتجي مثلا الانتاج بحال هذا، قناه ما عندهاش امكانيات، تقول لك هادشي اللي عندنا واش ملي كتعطي الفنان 1000 درهم ولا 2000 درهم اش غيدير بها في رمضان؟ ولا كتعطيه حتى 50,000 درهم ولا 60 درهم غادي خصو يمشي بها العام كله، كي غيدير؟ وواحد اخر ما كيدير والو، حال كراج داير فيه بيرو وكاتبه، وبالك تياخذ في الفلوس من التلفزيون بالملاير، وبالك تيتكرفس على الناس، وكاين يجيبوا بهذا الثمن ولا يجيبوا بهذا الثمن ومشيط هو الفلوس. قسما بالله ويتناض حساب ويعيطوا على هاد لي زاجونس ويجلسوهم ويشوفوا معاهم شنو كاين، غتلقاهم انهم كيشيطوا من مليار. انا قلت لك السيت كوم درتو اغلى سيت كوم ما كنفوتش فيه 5 المليون ديال الدرهم بالامكانيات والتقنيات وكل شيء. 5 المليون كلها رباح ديال الدرهم هو بزاف. 500 مليون اللي خصها تكون عند الفنانه، كتكون عند هاد الناس اللي بياعوا شرايه. السماسريه كثروا كذلك في المجال الفني السينمائي، ولا سميتو كتلقى مثلا واحد معيط له في التليفون: عطيه الفلان 400 مليون، عطيه الفلان 300 مليون، وانت اللي حاط عمل كبير. انا مؤخرا حطينا عمل سميتو اللي هو عبدو في عهد المارينيين. جاي معايا دكتور قداشنا هو اللي السي محمد القاسمي محمد القسامي، كاتب كتوبه، كاتب ومؤسس تقريبا المؤسسين ديال الدراما في المغرب، وجا وجلست معنا ديك اللجنه ديال 4 ريال اللي كلهم جالسين فيهم ناس اللي، والسؤال اللي كنتسناه السيد جاي محضر وغادي يهضر على الموضوع وعلى قضيه المارينيين وعلى الدوله المغرب في عهد المارينيين وعلى التاريخ ديال المغرب. جا تيقول ليه: والبيرشمان غادي تزيدوا سيمانه، علاش؟ شنو هذا السؤال؟ هذا بشي حشومه، هذا راه كتضحك على دكتور قداشنا هو في العهد. حشومه تقني، ماشي حتى تقني ديال الصوت، غير واحد جاي كيقول براسو انه حتى في الباسو ما عندوش حتى الهيئه ديال واحد يكون في سميتو في مجلس ديال ان كوميسيون اللي كتقرر واش هذا الفيلم يدار ولا ما يدار شيء، ومن الاخر كتلقاوهم عطاو لواحد. شنو خاص يدار؟ كنقول انه ماشي مساله اكراهات، الحكومه تقدر دير، الفاعلين السياسيين ممكن يبدلوا، لانه كاين الخير في البلاد ولكن كاين الفساد. كاين خاصنا نتبعوا كلام صاحب الجلاله اللي عيامه كيخطب في الخطابات ديالو، خطب في قبه البرلمان تيقول لنا: عباد الله راه خصنا نكونوا مزيانين، خصنا نكونوا باخلاق مغربيه حقيقيه وطنيه، خصنا نكونوا وطنيين، تنبغيو بلادنا، نضحيو من اجل بلادنا. ما كاينش هادشي اليوم؟ لا ما كاينش. شنو رايك في الحكومه الحاليه؟ قليل. انت النتيجه شوف السي كريم، راه النتيجه كتبين. راه النتيجه الحكومه ديالنا كتقول على راسها انها افضل حكومه جات في التاريخ ديال المغرب. كل واحد انا نقول لك انا افضل فنان جيت في تاريخ المغرب، ونقول لك انت تقول احسن اعلامي، قول اللي بغيتي، ولكن اعطيني النتيجه. انا تنقول انا احسن فنان ومني غتجي تشوف العمل ديالي تتلقى ماشي احسن حكومه هذه عندنا. ما كاينه لحد الان، باقي ما وصلناش لاحسن حكومه. لحد الان انا احسن حكومه بالنسبه لي هي من يكون المواطن قاضي عنده لقمه العيش ديالو، انه ساكن، انه كيقري ولده، انه كيداوى. هادو 4 الحوايج الا كانوا هادو اصفق لهذه الحكومه. اذا ما كانوش هادو 4 الحوايج
هادو ناس ما فاشلين. فاش فشلت ولا فاش غلطات هذه الحكومه؟ تسير اختلالات بزاف د الحوايج، كاين فلوس كيمشيو في خوا الخاوي، كاين سوء التدبير، كاين بزاف د الحوايج. انا ما تلومش وزير ولا جوج ولا مساله تيكيب على قدها، حكومه على قدها. كاين وزراء اللي هما ناس باغيين يخدموا، ناس وانت شتي كاينين برلمانيين اللي خرجوا من الاحزاب وخرجوا لانهم ما قدروش يستحملوا هذا الشيء اللي واقع. ومني كتشوف مثلا ان واحد برلماني ورئيس ديال الجماعه ولا رئيس جهه وشفار ولا كيتاجر في المخدرات، اذا اش بقى؟ فين هي هاد السيد راه عنده تاثير. السيد راه ملي كيهز التليفون راه كيهضر مع الوزير الاول وكيهضر مع الوزير الثاني وكيهضر مع هذا وكيقدر يغير بزاف د الحوايج، وفي الاخر كتكتشف بان هاد السيد راه بيع وشراي في حوايج اخرين ولا هذا. ماشي هي هذيك. الحوار خصو يكون مفتوح. الحكومه هي اللي خص يكون قلبها مفتوح هكا، محلول للجميع، للنقاشات، للحوار، الاقناع. الحكومه قلبها ما مفتوحش. انا كيبان لي لا، ما كاينش حوار، ما كاينش. حنا في الميدان ديالنا ما كاينش حوار. الوزير ديال الثقافه اللي انا ناض معاه بوليميك انا وياه على هذا الشيء، سير خذ عنده رونديفو. الا عطاه لك انت كاعلامي انا نهرس يديا، باش كيدير الله اعلم. ما يعطيكش رونديفو. المدير ديال التلفزيون ما يعطيكش رونديفو، وتفرقع انت كاع. واش انت تاخذ بحال كيما دار بن كيران قبل تا هو مني جا وخذ القرار مثلا ديال لا روتريت، ما خداش قرار ثلاثي مع العمال ومع خداو هما بوحدهم. واش انت كتجي عندك 5 سنين كتجي كتاخذ قرار كتسلت وكتخلي الناس عايشين في هذا؟ حيت خصنا نلقاو حلول. انا ملي كنجي تنقول لك السي محمد انا هذا الحيط راه ما نقدش نبنيه، وكتقول لي لا خصك تبنيه، وتنقول لك راه ما نقدش نبنيه، كتقول لي لا خصك تبنيه، وفي الاخر تتقبل انني نبنيه. كتضيع وقتك ووقتي. الحوار هذا هو المشكل، اللي كاين الحوار مبني على دراسه. المشكل عندنا حنا هو في الدراسات، وهذه راه طرحتها في واحد الحلقه اللي غتشوفها ديال تدبير المياه الماء وداك الشيء وسميتو. حنا حتى كتوقع الازمه عاد غنديروا خليه ديال الازمه ونحاولوا نحلوا المشكل. لا سيدي، خص النقاش يكون متداول ودائما كاين نقاشات في المدارس شي يوميا. خص يداروا. الاساتذه ما واخدينش حقهم اليوم في المغرب؟ الاساتذه في نظري انا يستاهلوا اكثر. الاساتذه المعلمين يستاهلوا اكثر باش التعليم يرجع كما كان. شوف الا ما كنتش مرتاح، انا كفنان الا ما كنتش مرتاح مخلص مزيان راه ما نقدرش نعطيه. راه ما يمكنش لي نادي دور وندمج فيه ونخدم فيه وانا عندي مشاكل في داري وعندي مشاكل مع وليداتي. راه ما يمكنش السي كريم، راه ما يمكنلكش دابا تخدم انت مرتاح وانت عارف راسك الا خرجتي غادي يوقع لك شي مشكل، ولا هذا راه عندك في الدار مشكل مادي ولا هذا، راه ما يمكنش. ولا ما عندك مشاكل، يعني راه صعيب. الاستاذ الطبيب، انا كنقول لك التطبيب والتعليم قطاعات اجتماعيه حيويه ومهمه جدا، واللي عليها كتبنى الحضاره ديال البلاد والثقافه. هادو 3 الحوايج مزيان. البلاد اللي ما فيهاش ثقافه وما فيهاش، لان الا مشيت تنهار هذا الجانب الاجتماعي مشات الحضاره كلها. شوف كاينين مثال معروف 3 الحوايج الا بغيتي تشد حضاره وتريب بابها. 3 الحوايج. الاول هو العائله. تريب العائله. كيفاش تريب بهذه المشاكل الاجتماعيه؟ وخاصه المراه. إلا ما عطيتيش المرأة حقها وما تغليتيش في المرأة، لأن هي العمود الفقري ديال العائلة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي الشرف ديال العائلة. الغلط كيقول لك بأن الشرف الحقيقي هو المرأة ديال العائلة، لأن المرأة تقدر تهز العائلة الفوق وتهبطها لتحت، تقدر تربي ولادها وما تربيهمش، تقدر تخرج عليهم، يعني واخا يكون الراجل كيف ما كان وتبقى خدامة وكدير دورها كمرأة. المرأة هي العائلة. الثاني هو المعلم. شي نهار المعلم كتردو جرتيله وما تيبقى يحترمو حتى شي حد، سالات الحضاره ريبتيها. المعلم راه صاحبي راه قال فيه قم للمعلم وفيه تبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. المعلم راه استغفر الله العظيم راه رسول، لانه يعلم اجيال. لانه الى هذا السيد ما كانش مرتاح راه الله يكون في انا بصرف. انا مثلا الا لقيت بنتي ولا ولدي ما عنديش ما نوكلو راه غنمشي ندير شي حاجه باش ما يمكنش نخلي انا امي كتجوع ولا هذا ونبقى جالس. لا بد ما غندير شي حاجه واخا نعرف ارتكب جريمه، لان هذه مساله غريزيه فينا. وشحال غتبقى تقول لا استغفر الله؟ ما يمكنش. كاين اللي غيقول استغفر الله وكاين اللي ما غيقولهاش، يعني قريب للانحراف في المساله. الطبيب نفس الشيء. والثالثه اللي هي مهمه هما الاقطاب ديال المجتمع، الناس اللي كتكون القدوات. ملي كطيح القدوات ما كيبقاوش صافي، ما بقى عندك مثال فاس. انا قبل كنا كنقول انا بغيت نكون بحال فلان، انا بغيت نكون بحال فلان، بحال العروي، بحال المهدي المجرى، بحال مثلا. انا الان انا كنت كنحلم دائما نكون عندي المثل الاعلى ولا القدوه. انا لحد الان كنكون المثل الاعلى ولا القدوه ديالك. كان عندي واحد القدوه خطيره جدا اللي هو الحسن الثاني. كان كيجيني انسان رائع، لا ثقافه ولا فنا ولا، يعني كنت ملي كنت صغير تنقول هذا ماشي حيت مالك
ماشي حيت مالك، حيت كبروفيل، كشخصيه شخصيه قويه جدا. يعني لو وقفت قدامه كتحس بشخصيه ثقافه، ملي كيخطب، ملي كيهضر، ملي كيتكلم، حافظ القران اللي بغيتي. يعني هادو بالنسبه لنا قدوه مهمه في المجتمع. كان عندي مثلا بعض القدوات اللي هما كتاب كبار، كيف قلت لك عطيتك اسماء بحال العروي، عطيتك اسميه ديال الفاسي، عطيتك هادو ناس اللي داروا ودار المكي الناصري، هادو ناس اللي بالنسبه لنا الان ما بقيناش كنشوفوا هاد القدوه، بدينا كنقولوا هادو كيبنيو المجتمع، هادو اللي ريبتي السواري، هاد ثلاثه الحوايج. فهذا ولا الحكومه اليوم واش محتاجين تعديل حكومي؟ طبعا. ولا الحكومه كلها خصها تبدل؟ لا، خص تعديل الحكومه. انا ما تنقولش كل الحكومه خص تعديل الحكومه، بما فيه رئيس الحكومه ولا غير الوزراء. شوف، رئيس الحكومه بشكل مباشر في رايك عزيز اخنوش خصو يبقى كرئيس حكومه ولا لا؟ شوف، الى كنظن انا عزيز اخنوش، انا بغيتش نلوم على واحد، حيت ما يمكنش القبطان بوحدو اللي تلومو، اللي غادي يصايق سميتو القبطان. الا ما كانوش معاه ناس في المستوى ربما حتى هو كيضعف. يعني افهم من كلامك يبقى عزيز اخنوش، شي نخليو ويتبدلوا بعض الوزراء. الا تبدلوا بعض الوزراء غيغيروا حتى اخنوش في الراي ديالو، لانهم غيوقفوا له وغيقول لي هذه ما نديروش وهذه ما نديروش. ماشي يقدروا مثلا يمشي اخنوش ويجي واحد اخر، ولا بقاو وزراء اللي هما عيانين غادي يهرسوا الحكومه. حيت ضروري هذاك القبطان تيخصو ناس اللي غيمشوا معاه. كاينين تبارك الله وزراء اللي هما في المستوى وباغيين يغيروا بزاف د الحوايج وداروا باين، وكاين اللي مهرس راه اللي بغا كاس. قالت لي دقيقه سي سعيد الناصري غنعطيها لك في بطاقه حمراء امام الكاميرا في موضوع من اختيارك، كيف ما بغيتي توجه فيه رساله في بطاقه حمراء الان على شادة تيفي. يعني اللي بغيت نقول اولا مبروك على الناس هذا الشهر الكريم بالصحه والعافيه، وباش كيتمناو واننا نديروا واحد المزيد من التضامن مع بعضياتنا ونتعاونوا على اساس اننا نعاونوا الخوت ديالنا والاصدقاء ديالنا اللي هما في حاجه ماسه الان للمساعده، نزيدوا نكثروا من الخير، لانه هو الوحيد اللي غادي يقدر يوصلنا لواحد النتيجه ونحسوا باننا رحنا شعب متضامن وشعب متماسك. هذه مساله مهمه. الجانب الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو انني اناشد لتعديل الحكومي.